متتبعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم عبر جريدة الميادين نيوز. الفن أفكار جمالية يسافر بها الفنان إلى عالم الخيال والإبداع. فما دور الفن في المجتمع؟ وهل طريقه مليئة بالورود والأزهار أم العكس؟ وماذا يقول الفنان الفاسي على الوضع الحالي للفن والفنانين؟ هذا ما سنعرفه مع ثلة من الفنانين أحدثوا ثورة فنية ووضعوا بصمتهم غائرة في الشاشة الصغيرة والكبيرة. لمقهى الفنانين الأكثر شهرة بالعاصمة العلمية فاس لا كوميدي، استقينا لكم تجارب متراكمة وطريق عقبته كأداء عز العرابة الكغاط، تجربة أكثر من 50 سنة في المجال الفني. تابعونا. عز العرب الكغاط من مواليد مدينة فاس 1948. ممثل مغربي مسرحي وسينمائي. زاولت المسرح يعني منذ الطفولة مع المرحوم الأخ ديالي رحمه الله دكتور محمد الكغاط. كانت هذيك البدايات والتأثير ديالو بطبيعة الحال، لأنه هو اللي كان السبب أنني نمثل. وكانت أول مسرحية اللي كنا مشاركين فيها بجوج من إخراج أحمد زكي العلوي رحمه الله، سنة 1966 للكاتب المرحوم رشيد بن شريف ومن إخراج زكي العلوي. كانت هذيك البداية المسرح. ومن بعد كانت واحد العدد ديال المسرحيات اللي هذا حتى لسنة 1982 اللي قمت بدور البطولة في فيلم الكابوس للمخرج المرحوم أحمد ياشفين. كانت هذيك بداية السينما. المسرح واحد العدد كثير ديال المسرحيات اللي قمنا بها. فعلى سبيل الذكر كانت مثلا في 70 كانت مسرحية الرجل اللي كذب على الملائكة ديال علي سليم اللي كان دار لها الاقتباس سيد الحسين المريني رحمه الله، وكنا عرضناها يعني هذا. وكانت معنا فاطمة شبشوب رحمه الله، واحد العدد ديال الممثلين منهم ابراهيم الدمناتي الله يطول عمره راه مازال في الحياة وخليله صحيحة، وواحد العدد ديال الممثلين. من بعد كانت تعاود دائما، لان كان هذيك الوقت كان واحد الناس محسوبين اللي كانوا في فاس اللي هما محمد الكغاط، زكي العلوي، تيمود. هادو مسرحيات كلهم كنا كنلعبوا جميع، كنشاركوا جميع في هاد المسرحيات. لعبنا الدوامة في مسرح محمد الخامس في 72 كذلك ديال زكي العلوي الإخراج وإلى آخره. كانت واحد العدد ديال المسرحيات. آخر مسرحية اللي لعبت هي ذكريات من المستقبل أو شاري الهم بدرهم ديال محمد الكغاط مؤخرا، وكانت هذيك آخر مرة كنشارك في المسرح، نظرا أن ما وقع في مدينة فاس من ركود ومن رجوع في المسرح وهذا. فالمسرح صعب شوية وما كاينش يعني ما يمكنلكش تعيش في هذه البلاد بالمسرح. ولهذا ملي جات الفرصة ديال التلفزيون والسينما وانا اتجهنا عاود هذاك الاتجاه وانقطعنا شوية على المسرح. غندخل لك واحد القضية. مدينة فاس كانت هي المدينة الصناعية بعد الدار البيضاء في السبعينات والثمانينات. ووقع واحد انه بداو كيشدوا المعامل، ها كوفيتكس ها تكس نور ها مانيودرا، هذا بقى كيتشد حتى ما بقى والو. دونك صناعيا او اقتصاديا هذا الركود، هادشي اللي وقع حتى بالنسبه للمسرح والسينما في هذه المدينه. شنو اللي وقع؟ كانت واحد 33 فرقه ناشطه في مدينه فاس، وبداو كيزولوا بشويه ما وقع في معامل ولا وقع مثلا في المسرح. بداو كيتشدوا، هذا ما بقاش الفرقه، ما بقاش ده الا اللي صبروا او اللي بقاو الى حد الساعه، اللي هما واحد 4 ديال الفرق اللي كاينه في فاس اللي ناشطه وهي قليله بطبيعه الحال. زياده على هذا عندنا مشكل ديال القاعات كيف قلتي، ان القاعات السينمائيه كلها تغلقات. وعندنا مشكل ديال ان مدينه فاس مدينه 12 قرنا في حياه المملكه ما فيهاش قاعات المسرح. دابا راهم يعني بالنسبه للثقافه راه كتوجد مسرح والجامعه،
عندنا المسرح الوحيد اللي كاين اللي هو الحريه. هذا المسرح رغم قله يعني المقاعد اللي فيه واحد 340 او 350 مقعد، ومع ذلك من الكوفيد لهنا مازال مغلق، مازال كيتصلح، وتيوعدوا انهم غادي يتحل في هاد اخر هاد السنه 25 ان شاء الله، تنتمناو. فهذا مشكل كبير، يعني حتى الطاقات اللي كاينين وهذا باش يعرضوا ما عندهم فاش، ما كاينش هنايا يعني. عندنا كل شيء فاس، عندنا بطبيعه الحال المديريه ديال الثقافه، عندنا الجامعه، عندنا الجهه، كاين كل شيء، ولكن الدعم ما كاين دعم، لان هذا راه مشكل كبير. ما غاديش يمكن للناس تصوب هاد الانشطه الثقافيه. حنا دابا مدينه فاس الحمد لله اننا في هاد 2030 هاد المناسبه اللي جات ديال الكره ديال لا كوب دي موند اللي غادي تكون، هذا شيء مهم ان البنيه التحتيه ديال مدينه فاس راه كلها كتصوب، الشوارع وكل شيء كيتصوب، من اضواء، من اشجار، من كذا. اذا كنوجدوا واحد الديكور مهم، ولكن شكون اللي غادي يلعب في هذا الديكور؟ نشاط خصو يكون مدعم، لا من الثقافه ولا من الجماعه ولا من كانت شي في الجامعه كانت كتعطي شي مثلا شي قدر قليل اللي هو 40,000 درهم في السنه للجمعيات ولا هنا. دابا ما بقاتش، ولا عاود قانون اخر وشكل اخر، وهذا هو المشكل. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد.